من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم دنا من الإمام الأوفي ومس من طيب أهله وأنصت ولم يتكلم كان له بكل خطوة أجر عمل سنة قيامها وصيامها. بكل خطوة. بس تصور المشكلة، تصور الهي أنت ماشي قديش كم خطوة من هون لبيتكم؟ 300 خطوة، 500 خطوة، 500 خطوة. بتيجي على الجمعة قبل ربع ساعة بهذا المفهوم بتاخذ أجر 500 سنة من العمل تجده في صحائفك. أنت مفكر أمة النبي صلى الله عليه وسلم كيف حتكون أعظم الأمم يوم القيامة أجرا؟ لأن الله يضاعف لها الثواب، لأن الله يريد أن يكرمها بالعطاء، فيجد في صحائفه 500 سنة. في واحد يأخذ بهذه السنة شو بيساوي؟ بينفع نفسه. واحد ما أخذ بهذه السنة شو بيصير؟ يحرم نفسه ويضر نفسه. أرأيت بأنك عندما تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنت تنفع نفسك ولا تنفع رسول الله صلى الله عليه وسلم.